في مرة بابا يسوع حكالنا حكاية إن كان في راجل غني جدا وعايش في قصر كبير خالص، وكان عنده خدام كتير وفلوس كتير. وعلى باب القصر كان في راجل فقير اسمه لعازر. لعازر ده كان فقير جدا، ما عندهوش اي فلوس او حتى ما عندهوش يشتري اكل، وكان كل جسمه مريض وتعبان ومليان بالجروح. وكان يفضل لعازر جعان طول اليوم من غير اكل ومن غير شرب. كان يتمنى ان ياكل حتى الفتات اللي واقع من ترابيزة الغني علشان يسد بيه جوعه، لكن دايما كان يشكر ربنا ويقوله شكرا ليك يا رب لأنك بتساعدني عشان احتمل الجوع والتعب اللي أنا فيه. وكان كده يوم الغني يعدي عليه وهو شايف لعازر وما يفكرش فيه ولا يفكر ازاي يساعده ولا ازاي يهتم بيه، وكل تفكيره في نفسه بس. ولما كان الغني يخرج من القصر بتاعه يبص لعازر وما يعملهوش اي حاجة. كل حياة الغني كانت بنفس الطريقة. وكل حياة لعازر كانت برضو. لما مات المسكين لعازر شالته الملايكة لحضن أبونا إبراهيم. لكن لما مات الغني واتدفن رفع عينيه وهو في الجحيم وهو في العذاب، وشاف إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى عليه وقال له يا أبي إبراهيم ارحمني، ابعت لعازر يبل طرف صباعه بمية ويبرد لساني، أنا بتعذب. يا ابني افتكر انك استوفيت خيراتك في حياتك، والعازر استوفى الأتعاب والبلايا، ودلوقتي هو بيتعزى وانت بتتعذب. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. الرحمة من الصفات الجميلة اللي تفرح قلب ربنا، حتى هو بيطلب مننا إننا نتمتع بالرحمة لأن ربنا رحيم. كونوا رحماء كما أن أباكم